يو لا فاميليا، السلام عليكم. كومي ستاتي توتو بيني؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في نهار جديد وفي فيديو جديد. اليوم كما شفتوا في عنوان ديال لا فيديو غادي نهضروا ان شاء الله على الجزء الثاني من رخص السياقة، كيفاش شديتهم وكيفاش ملي جيت هنايا حولتهم الى رخص السياقة ديال ايطاليا. اول سياقة ليا للسيارة فكان عمري 13 عام 14 سنة. تخيلوا معايا 13 سنة 14 سنة سقت اول سياره بدون علم الوالدين ديولي. فكنا في واحد الرحله لبنت سليمان، كنعقل كنت مع الاخ ديالي والاب والام ديالي وبعض افراد العائله. فما خرجوا وبقيت انا والاخ ديالي في السياره، فبانوا لي المفاتيح تما يعني كفضول. فدورت مفتاح السياره واشتغلت، واول سياقه ليا فسقت مع لحسن الحظ ما خرجت الطريق، سقت غير تما كاين في الدرب. ما طرات الحمد لله حتى شي حاجه، ولكن داروا فيا والديا قالوا لي علاش تاخذ الطوموبيل، والطوموبيل ماشي تا الاب ديال الاب ديالي ولا الام ديالي، فالطوموبيل ديال العائله. فالحمد لله ما طرات حتى شي حاجه، وكان تما كاين عرفت راسي بانني عندي واحد الموهبه وعندي واحد الرغبه وامكانيات في السياقه. فالحمد لله من بعد في سن 18 سنة فأول بيرمي دوزتو هي الصنف باء ديال السيارة، فاخديته الحمد لله في سن 18 سنة وبديت كنسوق تدريجيا. فمن بعد السيارة ولات عندي رغبة أخرى هي ديال الدراجات النارية. فمسكين الوالد عاوتاني يعني أي حاجة بغيتها كان كيشريها ليا مسكين. نتوما عارفين يعني المعلمين يعني الخلصة ديالهم على قد الحال، وكان عندي غير الاب مسكين هو اللي خدام والوالده راه ربته بيت. فالله يسمح لنا من الوالدين وكنطلب منهم المسامحه، سمحوا لي على هذا الشيء اللي كنت كندير لكم. يعني كنبغي شي حاجه كتشريوها ليا. ناض عاوتاني الوالد تسلف وخاد لي مسكين دراجه ناريه باش يفرحني ونبقى يعني سعيد. سن 21 سنه دوزت الدراجه الناريه، فقال لي الوالد هاد الدراجه الناريه ما غاتش تشدها حتى تاخذ رخصه السياقه. فقلت ليه واخا، لانني كنت مشتاق للسياقات ديالتها، وكان كان ساد عليها في واحد الكراج ما كاش كتخرج. يعني صراحه شنقول لكم، يعني دوزت بغيت امتاش ناخذ رخصه السياقه وقريت مزيان ومشكله. يعني رخصه السياقه ديال الدراجه الناريه صعيبه بزاف، لان الدراجه الناريه كما كتعرفوا الدراجه الناريه السريعه كتكون عندك المسؤوليه انت الاول، خصك تكون عارف وعندك درايه بقوانين السير. ملي خديت الحمد لله البيرمي درت بالدراجه الناريه مزيان، سافرت بها تقريبا لمده 5 اشهر. يعني تخيلوا معايا الصيف قالت لي تقريبا 10 ايام وصافي. جا شي واحد بحال جا شي واحد وصرفقني قال لي مراد نوض دير المستقبل ديالك بركه من اللعب. يعني مشيت قلت للوالد، قلت لي الوالد باغي نخرج خارج المغرب، باغي ندير مستقبلي، صافي بقيت باغي لا موطور لا طوموبيل لا حتى شي حاجه. فحتى هذه ما جاتش بواحد السهوله، فجات بواحد صعوبه صراحه ديال المعاناه. يعني 6 سنوات ونصف ديال المعاناه ديال بصح. هادشي كامل ان شاء الله تا غندير لكم في فيديو اخر. كملوا دابا غير كيفاش خديت رخص السياقه وكيفاش ملي جيت هنايا حولتهم من رخص السياقه ايطاليا. من بعد في سن 25 سنه 26 سنه قال لي الوالد، قال لي سير دوزك البيرميات الاخرين ديال الشاحنه والشحنه الكبيره والحافله راه غادي ينفعوك. فقلت لي واخا ماشي مشكل، ولكن الاشكاليه فين كانت عندي هي في لاصق. فانا من الناس اللي ما كيحيدوش لاصال بسهوله، خاص تكون شي حاجه يعني عاجله باش نحيد لاصال. ماشي نحيدو وانما يعني نقطعوا واحد الفتره معينه. قلت ليه واخا ماشي مشكل، هو عارفني يعني عندي الامكانيات وعندي الرغبه في الحصول على اي حاجه الا كانت درت فيها عقلي خاصني ناخذها باذن الله. فانتم عارفين يعني باش تخلص الشاحنه والشحنه الكبيره والكار سياره التعليم فهي كتطلب فلوس. ورغم ذلك الحمد لله دوزتهم لمده 4 اشهر كما قلت لكم في الفيديو السابق. اول بيرمي دوزته هي ديال الشاحنه، والثاني تخرج هي بيرمي صغير، لان خاص تخرجك بيرمي صغير عاد باش يمكن لك الدفع باش دوز امتحان اخر. من بعد دوزت الحافله، واخيرا دوزت ديال الشاحنه الكبيره. فالشاحنه الكبيره اصعب الاسئله عندك هي وعندك ديال الدراجه الناريه، من اصعب الاسئله. فجبت بالحظ بالقد الاسئله، ولكن الحمد لله خديتهم عن جداره واستحقاق. فملي خديت البيرميات كاملين من بعد سنه تقريبا
قال لي الوالد، قال لي يعني سير دوز داك التكوين المهني ديال البطاقه المهنيه، هي هذه كارت دو كونديكتور بروفيسيونيل. هيا كما كتشوفوا بطاقه السائق المهني، ها هي كما كتشوفوا معايا. هاد بطاقه السائق المهني يعني حتى هي ملي خديتها تا ربي اش غادي نقول لكم صراحه، يعني ماشي ما بغاش نقول لكم يعني كلشي صعيب، كما قلت لكم يعني غير توكل على الله وربي معك. فهاد البطاقه المهنيه فهي ضروري وخاصها تكون عندكم. علاش؟ لانها مهمه لما بغيتي تسوق حافله من الحجم الكبير وبغيتي تخدم شي شركه في المغرب. تقريبا الخلصه ديالها كتبدا من 5000 درهم حتى ل 8000 درهم. فالحمد لله ملي خديت جميع الرخص السياقه والبطاقه المهنيه حان الوقت باش نجي هنا لايطاليا. ولكن كما قلت لكم يعني من بعد معاناه طويله ان شاء الله غادي ندوي لكم كيفاش جاتني الفكره وكيفاش بالاخص جيت هنايا لايطاليا. كلشي ان شاء الله غادي نقول لكم في فيديو، او غندير لكم كما ديال رخص السياقه ندير لكم جزئين. فملي جيت هنايا لايطاليا من بعد واحد الشهر درت بما يسمى باللاكارت ناسيونال، كما عندنا حنا لاكارت ناسيونال. عاد باش من بعد مشيت دفعت البيرميسو دي سوجورنو، ولكن البيرميسو دي سوجورنو ما عطاونيش المره الاولى بحال هذا. خاصني نتسنى واحد المده ديال تقريبا 3 شهور ولا شهرين عاد باش يخرج ليا بحال هذا بيرميسو دو سوجورنو. عطاوني غير لا ريتشيفوتا الوصل. من بعد يعني حان الوقت باش نبدلهم الا البيرمي ديال الطاليان هنايا. فتا هي ما جات سهله، لان بقيت كنقلب على سياره التعليم شكون اللي غادي تبدل ليا، وغتبدل ليا غير بالوصل. ما عنديش البيرميسو دو سوجورنو باقي ما خارجش ليا. فكاينين شي جوج وثلاثه السيارات التعليم اللي رفضوا ليا، قالوا لي لا خاصنا تيخرج لك هذا عاد باش يمكن لينا نبدلوا لك. فبقيت كنقلب واخيرا لقيت سياره التعليم اللي قبلت ليا تبدل ليا البيرمي ديالي. فقبلت تبدل ليا البيرمي ديالي بتقريبا شي 100,000 ريال مغربيه، لان عندي جميع رخص السياقه ماشي غير رخصه وحده. ولكن قالت لي خاصك تجيب لنا واحد الورقه من القنصليه بان هاد البيرميات راه فعلا بان خديتيهم كما كيقولوا عن جداره واستحقاق. فقلت هاد ما عمرني ما كنت عارفه انايا. فقلت لهم واخا ماشي مشكل. فمشيت القنصليه وبدورهم هما قالوا لي بان خاصك تجيب لنا ورقه بان هاد البيرميات فري عندك وخديتيهم من السيرفيس ديمين. فقلت لهم كيفاش غادي نمشي وانا يلاه جيت هنا لايطاليا وباقي كنتسنى البيرميسو دو سوجورنو يخرج ليا. فقالوا لي ما عندناش شي حل، ولكن الا بغيتي نديروا لك غير رخصه وحده ديال السياره والرخص الاخرين اليمينيوم. ما قلت لهم كيفاش اليمينيوم وانا ضارب عليهم تامره ديال بصح باش واخذهم. فقالوا لي هذا هو اللي كاين، بغيتي تصبر خاصك تجيب لنا ورقه من سيرفيس زميل. فبدوري انا عيطت للاب ديالي مسكين كنحييه من هذا المنبر. مشى مسكين سيرفيس زميل وقال لهم بان ولد في الطاليان، وقالوا ليه بان خاصو ورقه من سيرفيس ديمين. دخل عند المدير والمدير حتى هو بدوره قلب على الاسم ديالي والنسب ولقاني فعلا بانني مدوز سماكين ومدوز جميع البيرميات عن جداره واستحقاق. الحمد لله عطاه الورقه وبدوروا الوالد صيفطهم في الكار. يعني الحمد لله حتى الوسيله ديال النقل يعني باش توصل بحوايج ديالك يعني بواحد السرعه يعني حتى هي الحمد لله سهلت المأموريه. فالحمد لله وصلتني الورقه ديتها القنصليه شافوها ترجموها ومن بعد مشيت مباشره سياره التعليم حتى هما بدورهم شافوها وقبلوها الحمد لله. وفي الاخير بدلوا لي البيرمي ديالي، ولكن قبل ما يبدلوا لي البيرمي ديالي شافوا لي النظارات ديالي واش مزيانين ولا لا. عندهم طبيب تما في سياره التعليم ماشي بحالنا حنايا خاصك تمشي تقلب على طبيب ويقول لك لا واحد الطبيب فلان فلاني راه مزيان. فهما عندهم طبيب خاص دوز عندهم واخا يعني مغيره تقريبا 120% على الطبيب ديالنا حنايا. سبحان الله يعني هنايا كلشي عندهم متقدم. صافي من بعد الحمد لله دوز يعني كما قلت لكم يعني ديال الشوف عطاوني التنقيط مزيان. من بعد عطاوني واحد ماشي بحالنا حنايا المغرب كيعطيك واحد الورقه بيضاء، لا كيعطيك واحد الصفحات تقريبا شي 3 ولا 4 فيهم جميع الرخص السياقه فيهم التنقيط ديال الشوف. فالحمد لله اخيرا خديت وبدلت البيرميات ديالي ديال المغرب. عطيتهم البيرمي ديال المغرب حتى غادي يصيفطوه المغرب اللي هي سيرفيس ديمين المكان فين دوزت. يعني مشى مسكين بقى حتى غادي يتبدل ليا البيرمي ديال الطاليان هنايا ما خصوش يبقى عندي ديال المغرب. فخادوه ليا فدازت المده واحد شهرين 3 شهور وعيطوا ليا قالوا لي جي باش تاخذ البيرمي ديالك هو هذا. والحمد لله يعني هذا هو يعني الطريقه
ديال كيفاش دوزت الامتحانات في المغرب وكيفاش بدلتهم هنايا في ايطاليا. بغيت نقول للناس اللي عندهم البيرميات وباقي ما داروش ريزيدنسا فخاصك دير ريزيدنسا هي الاولى، ولكن من بعد ريزيدنسا ما تفوتش سنه. الا فاتتي سنه لا قدر الله فكي يلغيو لك البيرمي ديال المغرب كيقول لك خاصك دوز البيرمي ديالنا هنايا. فكنتمنى اي واحد يدير بحال هاد البيرميات. فكنصيحه من الاخ الخوتو، وانا كما قلت لكم في هذه القناه ان شاء الله غادي يكون غير مواضيع جيده والمواضيع المهمه والمفيده. فدير بيرميات قبل ما تجي لايطاليا او اوروبا بصفه عامه، دير صنعه وحرفه وديبلوم، جيب معك اي حاجه اللي تسهل عليك المأموريه ولا تعطيك الدفعه الى الامام لتحقيق الاهداف ديالك ان شاء الله. تحيه الوالدين ديالي، الاب محسن احسن اب في العالم، والام ديالي جميله اسم على مسمى هي احسن ام في العالم، والاخ ديالي احسن اخ في العالم فيصل، والابن ديالو مصطفى. الله يخليكم ليا. وبطبيعه الحال تحيه الناس اللي متبعين مو شيادمي ايت فلوغز. فهي القناه ماشي قناه ديالي بوحدي، فهي قناه ديالنا كاملين ديال عائله مراد شيادمي ايت فلوغز. فادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع. صبروا وزيدوا في الصبر وخدموا، ودابا ربي ان شاء الله يعطيكم ما تمناو. شكرا لكم على المتابعه ديالكم، ونتلاقى في فيديوهات قادمه. السلام عليكم، تشاو توتي.